السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا رحت السوق هجيب بقى حاجات تقعدني مدة طويلة في الشهر. هقولك ازاي هجيب لحمة واجيب كيلو بانيه واجيب كمان كبدة. ولقيت وانا في السوق لقيت كمان التفاح البلدي، انا بحبه قوي الصغير دوت، كان الكيلو ب12 ونص، فجبت 2 كيلو. انا هوريك الحاجة اما اروح، بس ديت احنا لسه في السوق، فانا كنت قاعدة بريح شوية يعني مشيت كتير لان السوق طويل. جبت كمان حاجات، فانا بس انا وبنتي بقول لها طب تعالي ناكل تفاحه، نقعد شويه بس ناكل تفاحه. كلنا التفاحه وخلصنا وقعدنا بقى نشتري شويه حاجات واتكلنا على الله وروحنا. الاسعار اللي انا جبتها الشهر ده هي نفس الاسعار اللي جبتها الشهر اللي فات، في المكرونه والجبنه وكمان الجبنه النستون واللحمه المفرومه وكمان في الكبده والبانيه. تعالى هوريكم انا جبت ايه. وديت حاجات هتقعدني 24 يوم. ليه هتقعدني 24 يوم؟ لان انا هقسم الحاجات اللي انا جبتها على 12 وجبة. وهقولك الفكرة ايه، ان الحاجات هتتقسم على 12 وجبة وازاي هتقعد معايا 24 يوم. انا دخلت عند عطار في السوق، جبت الفيجيتار ب10 جنيه ربع كيلو، والنشا كمان كان ب10 جنيه ربع كيلو. وجبت ربع كيلو كريم جانتيه كان ب30 جنيه الربع كيلو. وفي كمان عطارين تاني بتبيع ربع كيلو كريم جانتيه خام ب50 جنيه واكتر كمان. المكرونة ديت كان الكيس 350 جرام ب7 جنيه ونص، فجبت كده الكيلو واقف ب15 جنيه. فانا جبت بقى ايه، نوعت، جبت مكرونة خواتم، مكرونة اللي هي المعوجة شوية، لسان عصفور عشان ولادي بيحبوا لسان عصفور، وجبت كيس واحد شعرية. يعني يعتبر جبت 4 كيلو ب60 جنيه. جبت كمان لفة الجلاش البلدي دي الجاهزة، اللفة كانت ب15 جنيه، وإزازة الخل كانت ب5 جنيه، وعجبتني جدا بصراحة. جبت ايه، هي ازازة الخل مش قوية، مش زي ازازة التانية اللي بنجيبها الشفافة. البخاخة جبتها ب8 جنيه لان اتكسرت اللي عندي. جبت كمان الصلصة، صلصة الشهد كانت الكيس ب2 جنيه، فجبت 5 ب10 جنيه. ايه بقى الجبن اللي انا جايباهم، انا لقيت العلبة ب10 جنيه، فجبت 2 كيلو لان الكيلو على بعضه انتوا عارفين بقى ب60 جنيه، فانا اعتبر جبت الكيلو ب40 جنيه. جبت كمان كيس الجبنة الفارم ده، انا اول مرة اجربه، الكيس كان ب10 جنيه. اول مرة اجربه، معرفش بقى هيسيح معايا ولا لا، ادينا بجربه. جبت كمان كيلو ونص لحمة مفرومة. بص التفاح، جبت أول مرة أجرب مسحوق باهي. الكيلو على بعضه كان عليه عرض 20% إضافي، عرض 20% مكتوب عليه خصم، كان ب40 جنيه كيلو باهي. جبت كمان عرض المناديل، التلاتة مناديل سحب كانوا ب50 جنيه. أنا بحب أجيب مناديل السحب والتلاتة مع بعض، بتكون أوفر كمان في البيت. ونوعية المناديل ديت النوعية الحلوة اللي هي جودتها كويسة، تقدري تستعمليها في، انا بحط واحدة في الصالة، واحدة في المطبخ معايا، واحدة في الحمام كده يعني بنوعها. تعالوا بقى نشوف اللحمة انا هعمل فيها ايه. طب انتي جايبة كده 5 اطباق، في طبق كمان نص كيلو لحمة مفرومة، جايبة 6 اطباق، ازاي هتعمليهم 12؟ تعالوا اقول لكم انا هعملهم ازاي. نص كيلو اللحمة المفرومة أنا بقسمه على جزئين، يعني بعمله على ربع كيلو ربع كيلو زي ما انت شايفة. نزلته من الطبق بتاعي، طبعا اللحمة المفرومة مجمدة، واللحمة يا جماعة اللحمة القطع كمان مجمدة، والكبدة مجمدة، والبانيه مش فريش. فأنا اللحمة المفرومة قسمتها على جزئين. بتهيألي ما هو ما فيش أرخص من كده، يعني مفيش الفريش يبقى غالية جدا. فاحنا بنقطع النص كيلو على جزئين، هخلي كل وجبة ربع كيلو. اللحمة المفرومة تدخل في حاجات كتير، يعني الربع كيلو اللي انت شايفاه حط عليه بصلتين وفلفل وتوم وملح وفلفل وبهارات، وممكن بقى تحطيه مع مكرونة، تحطيه مع اي خضار، تحطيه مع رز ويتاكل، يعني يتعمل حواوشي، يتعمل كفتة، يتعمل البانيه الكداب اللي هو البفتيك الكداب. كمان نص كيلو الكبدة كان ب60 جنيه. طبق اللحمة المفرومة كان ب80 جنيه نص كيلو، ومتهيألي هو أقل كمان من نص كيلو، يعني هو 400 جرام مش 500 جرام. طبق اللحمة اللي انت شايفاه ده 600 جرام. انا هقسم بقى الطبق اللحمة القطع ازاي. هاخد 4 حتت منهم، هعملها مكعبات صغيرة. دي هعمل بيها ايه، هعمل بيها المبكبجة، اللي هي بتتقطع مع بصل، بتبقى لحمة صغيرة متقطعة مع بصل وفلفل وتوم وبابريكا وملح وبهارات، وبتقعدي تشوحيهم مع بعض،
وتحطي مية سخنة، وبعد ما تستوي اللحمة بتنزلي بكيس مكرونة نية من الكيس على طول، بتنزليه وبتزودي بس المية شوية، وبتزودي طماطم على المية الشوربة، وتبقى عندك وجبة. بحب اعملها جدا لان هي الولاد بيحبوها، وكمان سريعة. كمان هقطع 4 وحدات منهم مكعبات كبيرة شوية، دي بقى هطبخها مع بامية، هطبخها مع كوسة، اللي انا عايزة اطبخها يعني مع اي خضار. تمام كده. يبقى احنا اللحمة المفرومة 400 جرام مش 500 جرام، فال400 جرام هنقسمها على 200 جرام و200 جرام. كده عملوا التلات اطباق كيلو ونص لحمة مفرومة. هيعملوا معايا ايه؟ هيعملوا معايا 6 وجبات. كمان اللحمة القطع عملت معايا وجبتين، يبقى كده 8 ايام. تعالوا شوفوا كده الطبق بقى جاهز بتاع اللحمة القطع. هجيب كمان اكياس تلاجة، واخلي كل جزء وكل وجبة كل وجبة هلفها في كيس تلاجة واحطها جوه الطبق طبعا، وارصصهم في الفريزر. الاطباق دي بتسهل عليكي ان انتي تسحبي من الفريزر براحتك. كم كامل بانيه اللي انتي شايفاه مش متقطع شرايح فصوص كده. البانيه ده كان ب120 وهو متجمد، يعني مش بانيه فريش من بتاع الفراخ. 120 جنيه كيلو على بعضه. جبت كمان كراوية ب5 جنيه، وينسون وروزماري عشان ما نعملش شاي، يعني نشرب دول احسن. وكراوية اهي. جبت فلفل اسود كمان، هنقيهم واحمصهم على طاسة، وهعبيهم في اكياس تاني. اول مرة اجرب باهي، يعني اجرب مسحوق باهي، بس انا شفته قلت اجربه يعني. الكبدة كانت طبق نص كيلو بالظبط، كان ب60 جنيه. زي انا قلت لكم اسعار النشا والفيجيتار وكمان الكريم شانتيه. في كمان عطارين بتبيع كريم شانتيه الخام من 50 ل60، يعني من واحد لواحد بتفرق. انتوا شايفين كام؟ 6. احنا كده معانا 6. انا مش عايزة اطول عليكم في الفيديو ده، ففي فيديو تاني هكمل فيه بقية المشتريات. الحاجات دي جمعت معايا 950 جنيه. هتقعد معايا قد ايه؟ انا عاملة 12 وجبة، لكن انا يوم همشيه فيه لحوم، ويوم هعمله اكل زي ما احنا بنقول ارداحي من غير اي بروتينات. يعني يوم وجبة لحمة، تاني يوم هعمله اكل بقى مسقعة. اليوم الارداحي بمشيه ازاي؟ بعمله مسقعة. ممكن كمان بعملها قرص عجة. ممكن بعملها كمان اعمل بطاطس، احمر بطاطس وفول وبيض وطعمية. بس لو عندي طعمية، عجينة طعمية، ده اليوم اللي هو من غير لحمة ولا بانيه ولا اي حاجة. ممكن كمان كشري اسكندراني بالعدس الاصفر، والكشري العادي بالعدس بجبة. هو ده اليوم الأرداحي بقضيه كده. ممكن كمان بطاطس وطماطم، بطاطس محمرة وطماطم وقرص بيض بس. ممكن كمان لو جبت تونة بعمل سلطة تونة، أو بعمل تونة بالبصل والطماطم والفلفل، واحطها مع مكرونة مسلوقة. جبت قالبين الصابون البلدي، كل واحدة كانت ب4 جنيه. هعمل بيها صابون سائل عشان يبقى عندي كمية صابون سائل، لأن الجيرك بتاع الصابون سائل بقى غالي.